أبي طالب وفاطمة جابوا الحسن، والحسن جاب الحسن، والحسن جاب عبد الله الكامل، وعبد الله نعم. الكامل جاب محمد النفس الزكية. محمد النفس الزكية لا يختلف أهل الأنساب عن أنه له عدة أولاد، ولكن النسل استمر من واحد فقط اسمه عبد الله الأشتر أو عبد الله الكابولي، الذي حينما وقعت معركة فخ هرب إدريس إلى المغرب، وهرب عبد الله الأشتر هذا ابن محمد النفس الزكية إلى كابل، ومن كابل استمر النسل الحسني من هذا الفرع، فرع محمد النفس الزكية. هذه أنا ما قلتهاش من راسي، وإنما عرضت عليها مجموعة كتب معاصرة لمحمد النفس الزكية، يعني زمانا ومكانا، من بينهم تلاميذ الإمام مالك بن أنس الذي كان صديق أسرة محمد النفس الزكية، ومحيطه من بينهم ابن الزبير بن العوام ولا أحد أحفاده. يعني هذا المصادر عالجت جيل من آل البيت، قالوا أن محمد النفس الزكية له عدة أبناء، لكن الخلفة الوحيدة كانت في ولد واحد اسمه عبد الله الأشتر. الملك تاع المملكة المغربية يقول أنا ابن القاسم ابن النفس الزكية، ومحمد النفس الزكية حتى وإن كان له قاسم فإنه بالإجماع ليس له ذرية. هل عندك خلاف مع هذا؟ خلافك سيكون مع مصادر الكتب وليس مع محمد دمير لأني نقل. بالمناسبة المصادر إذا سمحت، المصادر حتى أنا أعطيك أبناء محمد النفس الزكية. لحظة إذا سمحت، الآن احنا نريد المصادر، لأني أنا إذا بدي أعطيك مصادر أبناء محمد بن النفس الزكية راح أبلش لك من تعرف أنت محمد بن عبد الله بن الكامل بن الحسن المثنى بن حسن بن علي بن أبي طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب، آسف، فهمت علي، بن هشام. هذا أعطيك حتى أبنائه ومتى توفوا ومتى ومن هو شنتهم أولاد. يعني أنه أنت حاب تقول أنه يوجد لمحمد النفس الزكية ذرية من غير، شكرا مون يعطيك الصحة، حاب تقول أنه له ذرية من غير ابنه عبد الله الكابولي أو الأسطر؟ أكيد. طيب قول لنا أخوي، قول لنا. أنا أعطيك بس أريد مصادرك الدكتور، أنت اللي أنت اعتمدت عليها على يوتيوب في الحلقة، أنا ما نعطيكش مصادر على تيك توك. لا أعوذ بالله، إيش بدي من اليوتيوب؟ أريد مصادر الآن، أمام عندنا 300 واحد يتابعونا الآن، ومعنا الدكتور بالوليد، نريد مصادر حتى أنا ناقشك. نقول لك 300 واحد، الحلقة راهو شافها نصف مليون واحد. ما أريدهم دكتور. لحظة إذا سمحت، اليوم أنا راح أعطيك مصادر باعتبار أنا موجود في الفندق، ترى ماني شايل شيء، ولكن أعطيك شفويا المصادر وأعطيك كل شيء. أنا أريد مصادرك اللي اطلعت عليها أنت الآن، مشان معانا أبو الوليد ونراجع المصادر. وين المشكلة؟ كلامي بوشي يا أبو الوليد. انت انا وكانه اعطيني مصدرك في التيك توك، انا ما نامنش بها من الكتب المصدر. لا يجوز يا دكتور، الله يرضى عليك يا دكتور، لا يجوز هذا البحث التاريخي. دكتور الله يرضى عليك، انت حبيبنا. البحث التاريخي اليوم احنا طلعنا حتى نناقشك في شيء نساب مع انه غير اختصاصي. انت اليوم قلت لديك مصادر تقول بانه النفس الزكي عبد الله بن النفس الزكي ما عنده الا اللي تتكلم عليه الكابولي، انه كان عنده اطفال. احنا نريد مصادرك اللي انت اطلعت عليه يا رجل، احنا مش عندنا مشكله. مصادرك وانا راني يعني نخرج من التيك توك نجبد لك، راني ما عنديش ورقه وقلم ولا عندي كمبيوتر قدامي. يعني مصادري انا درت حلقه حطيت فيها مصادري، وانت قلت شفتها الحلقه. يعني جيت يا اخي انت كيف جبت اعتمدت على مصادرك دكتور؟ انت اعتمدت على مصادرك من خلال نقل ولا من خلال بحث تاريخي؟ كيفاه من خلال نقل ولا من خلال بحث؟ نقل. انت الان اذا انت حافظ المصادر معناته انت ناقل ونقل. لا مشني حافظها المصادر ولا نحفظها انا اذا هي موجوده. لا يجوز، بدك تحفظ المصادر حتى تعطي انت بحث تاريخي، مصدر تاريخي يتبع الجميع. كيف اطلب منك مصادر وما عندك مصادر الان؟ لا يعني لازم نحفظها المصادر. لا يجوز هذا يا اخي، هو بحث تاريخي، انت عملت بحث تاريخي. لو انك عملت بحث تاريخي وتفضل اخ معنا اسمه ابو يوسف من شوي قال هل تعلم ان الدكتور دمير وقت يعمل بحث تاريخي يغيب شهر او يغيب 15 يوم؟ انا من خلال غيابي 15 يوم اقدر الف لك كتاب. هل معقوله اني اؤلف كتاب ولا اعرف المصدر؟ يعني انت وكانك قاعد تقول لي لازمك تكون حافظ الحلقه تاعك حافظ. شيء طبيعي هذا. لا يا اخوي، انا ماني جاي هنا نستعرض لك قدرتي على الحفظ يا اخي. مش أنا اسمح لي يا صديقي العزيز، نقدر نخرج هكذا من تيك توك المصدر اللي اعتمدت عليه
ما عندي مشكله، ابقاني معك في البث، ما عندي مشكله دكتور. طيب. عادي طيب. تروح يعني تتاكد يعني وترجع، ما عندك مشكله. وانا لا يروح دمير بيتكلم معه. ما يروح، لا ما يروح. سيرجع. ولكن اذا الاخ سفيان اذا كان شفت الحلقه حتى انت شفت المصادر، يعني كنت قادر تقول له عليها. يا اخي لحظه، أني ما عندي مشكلة، أني من الدكتور دمير على راسي، ولكن أطلب منه المصادر اللي يعتمد عليها فقط. ما تقدرش تذكر المصادر أخي. أنا شوف، أنا في الفيزياء أنا شلون أتكلم شيء بدون مصدر؟ أنا اختصاص تاعي فيزياء، أنا ما نعمل بحوث وهذا يكون في العمل تاعي نذكر مصادر نقولها من الكتب وما نشفاش عليها فورسيمون، يعني ماهوش يا أخي. أنا راح أعطيه مصادر من الشيخ الألباني، أعطيه مصادر من الشيخ الألباني، أعطيه من مصادر من ابن حجر، أعطيه مصادر من ابن عباس، راح أعطيه 1000 مصدر يا رجل. الألباني معروف يصدقون إنه النفس الزكي كان لم يكن عاقلا، كان كل أولاده أنجبوا. سامحني سفيان، أنا عندي مصادر، ولكن أنا أمام الجميع. الله يرضى عليك أمام الجميع. تفضل. إذا كان مصدر أو رجع أستاذ دومير ويكلمك. تفضل دكتور. طيب وش ما رايك نعطيك مصدر واحد فقط يعني؟ تفضل. مصدر واحد اسمه نسب كتاب اسمع به ولا لا؟ للزبير. عيد إذا سمحت. نسب قريش للزبير. نسب قريش لمن الكتاب؟ للزبيري حفيد الزبير بن العوام. نسب قريش الزبير بن العوام، هذا المصدر صح؟ مش للزبير بن العوام، الزبير صحابي رضي الله عنه. قلت لك احد احفاده، تحب نجيب لك اسمه؟ اريد الكتاب، اسم من كتب الكتاب يا اخي، اعطينا الكتاب. الزبيري قال لك الزبيري يا اخي خلي الدكتور دمير يتكلم اذا سمحتم. يا اخي انت حاول تسمع انت ما يصير، خلي الدكتور دمير يتكلم يا اخي، لا تقاطعني. اخي السوري يعطينا كلمه الله يهديك. انت يا اخي السوري لحظه دقيقه دكتور، انت مختص. طب ما تكتبوا لنا عن الرايات الحمر بالجزيره العربيه؟ ما عندكوش يعني ما فيش عنها كتب؟ روح شوف لك خميني خليه يبرد عليك حاجه تكذب وتخرط من البث. تفضل دكتور دمير. لا انت تعرف كتاب نسب قريش لعبد الله الزبيري؟ احسنت، جزاك الله الف خير. هذا المصدر، هذا احد المصادر صح؟ هذا مصدر جيد جدا واعجبني. لماذا؟ طيب هذا المصدر لانه معاصر لجيل النفس الزكيه. ماذا يقول نسب قريش؟ عيد مره ثانيه دكتور. قلنا الكتاب اسمه نسب قريش. نعم. وصاحبه عبد الله. لصاحبه عبد الله الزبير. طيب مش الزبير، الزبيري نسبة إلى الزبير. الزبيري. نعم. الزبيري. طيب هذا أحد المصادر. نقول لك قوة هذا المصدر من وين جت؟ نعم تفضل. قوة هذا المصدر جت من أنه من الجيل الذي عاصر مكانا وزمانا جيل محمد النفس الزكي. طيب مدني الرجل من مدينة وقرشي الأصل، معناها مهاجر، باباه صحابي مهاجر مصعب بن الزبير، وهاجروا سكنوا مدينة ومن بعد عاشوا مع بعض مع هذه الأسرة أو الفرع الشريف، الفرع من آل البيت. واضح شخصية المؤلف. نعم. ماذا يقول؟ يقول عن محمد بن النفس الزكية، يقول بأنه لم يخلف ولم يترك ذرية من أبناء محمد النفس الزكية إلا عبد الله الأشطر. طبعا هذا واحد من كثيرين. دكتور إذا سمحت، الصفحة أنا الكتاب فتحته أمامي، أعطينا الصفحة إذا سمحت. يا ولدي أنت تردني لليوتيوب الحلقة ولا ما شفتهاش يا أبو يزيد؟ يا دكتور أريد الصفحة، أنا الصفحة الكتاب فاتحه قدامي الآن. جاوبني على سؤالي هذا. شفت الحلقة يا أخي؟ أنا شفته بس أمام الجميع حتى نكون إحنا نستفيد. يعني راك شفت الصفحة وشفت حتى تضليل والسطر. يا دكتور الله يرضى عليك، أنا لا تكلمني على اليوتيوب. أنت معاي الآن، أريد اسم الصفحة وأني معاك بالبث. أنا أريد رقم الصفحة بس إذا سمحت، أريد رقم الصفحة لأن الكتاب أمامي والكتاب. أبو يزيد سامحني دقيقة فقط. دقيقة. أبو يزيد دومير راه يقول لك أنا لست حاملا معي الحقيبة الكتب، قال لك إذا راجعت الحلقة حتى نتكلم. أنت ما راجعت حلقة ولا شيء. ما في عندي مشكلة، أنا أنتظر الدكتور دومير، انتظروا 10 أيام ما عندي مشكلة. اصبر أخي. أنت في الحقيقة يعني أنت مش واجد، يعني مش مجهز نفسك، مش كاتب هكا
ايه مش واجد، يعني تسال فيه اين هي الحلقه، هو يرجع لليوتيوب. أنا واجد، شلون ماني واجد؟ أنا تعال أطلب طلب حق، أنا تعال ناقش. اخويا انا معاك اخويا ابو يزيد، ما دام طلعت معاك في اللايف انا باذن الله كلش موجود. افتح على الصفحه 54 اذا كان لقيت الكتاب تاع نسب قريش. الدكتور خالد سامحنا رانا خليناك في الانتظار ولو انه مقام كبير. ما في أي مشكلة. بارك الله. لقيت صفحه 54. تفضل باعتباركم، باعتبار أنا ترى شوفوني راح يسقر من صورتك يا أبو الوليد إذا سمحت. شلون هذا اكتب الشاشة؟ شلون؟ دقيقة. اقرا لنا برك، ما تعرض لنا الشاشه. إذا سمحت لحظة، إذا سمحت بس خلينا نشيل الفيديو. نثق في قراءتك غير شلته. هذا يا أبو الوليد، أبو الوليد يا أبو الوليد. نعم معك اسمع. هاي من الشجرة الهاشمية اللي موجودة في الشام والعراق والأردن. هذا من هو؟ محمد النفس الزكية. هذا من هو؟ عبد الله الأشتر. وهذا؟ القاسم. وهذا؟ إسماعيل. وهذولا؟ إبراهيم والحسن. طيب هذه منين جبتها الشجرة هذه يا أخوي العزيز؟ هذا من الدار الهاشمية اللي موجودة في الأردن والعراق والشام. أنت يا دكتور دمير كيف تنكر أبو يزيد أنت قلت الصفحة، مو قلت الصفحة، روح للصفحة يا رجل بس لحظة. بس طلبت مني مصدري، أنا أعطيتك مصدري وقلت لي الكتاب أمامي وأعطيني رقم الصفحة. أنا أعطيت مصدر أقوى من مصدرك دكتور دمير إذا سمحت. أنا تعال أسألك دكتور دمير. دكتور دمير لحظة، دكتور دمير إذا سمحت أمام الجميع الآن. هنا هذا من دار الأنساب للهاشميين في الأردن والعراق وسوريا. أعقاب بس لحظة إذا سمحتم يا أخي، بس لحظة. أنا ما لي علاقة بالأنساب، بس خليني بس أعطيكم يا أخي. هنا يعطونك عقاب محمد النفس الزكي ومن يتبعه بالدرجة. هنا محمد بس لحظة يا أخي. والله يراك وليت إنسان يعني تريد هذيك المصداقية اللي عندك والموضوعية. يا أخي ليس مصداقية، أنا تعال ناقشك نقاش من دوائر الأنساب اللي موجودة في الشام يا دكتور دمير الله يرضى عليك. والله أنت شوف هذه يوجد بس لحظة يا دمير، بس لحظة يا دكتور، بس دكتور تاع العلويين مثلا تلقى يا أخي والله لا أروح وياك، والله لا أروح وياك. احنا نديروا يا أخي والله لا أروح وياك. هذا اسمح لي نقول جملة واحدة برك واضحة بلا ما نقطعوا بعضنا وبعد راني معاك في الاستماع. شوف إذا كان تبحث على القاسم بن محمد النفس الزكية في مصدر، عندك في مصادر 1600 و1700 و1800 موجودين في المملكة راح أفتح يا دكتور، أنا راح أفتح يا دكتور، راح أفتح يا دكتور. راح نكمل جملتي بقى. لحظة نكمل جملتي. تجيب أي مصدر احنا كي نحبوا نروحوا إلى جذور القصة وأصل القضية في خلاف كما هذا، هناك من يدعي وجود القاسم وهناك من ينكره. نروحوا للمؤلفات التي نشرت في عهد القاسم هذا وفي عهد محمد النفس الزكي وفي مصدر مدينته في بلاده. معناها هل تعلم يا دكتور دمير، هل تعلم يا دكتور دمير أنكرت هذا؟ دكتور دمير أنا ما كرت حتى واحد. أنا هل تعلم؟ راني نقلت ما نكرتش. أنا لا أنكر ولا يا دكتور دمير لحظة. هل تعلم إن أنكرت هذا الشخص أنت أنكرت أصل الأمير عبد القادر الجزائري؟ أنا ما انكرتش أنا حتى واحد وما يهمنيش أنا إذا كان نتيجة. يا دكتور دمير أنت راجع الفيديو، يا دكتور دمير راجع الفيديو تبعك، أنت أنكرت هذا الشخص. ما ودي أنا هذا ما انكرتوش أصلا. أنا أول حاجة زيادة منك يا أخي راجع الفيديو تبعك، راجع الفيديو تبعك. أنت أنكرت هذا الشخص يا أخي. يا دكتور دمير، يا دكتور دمير، يا أخي يا دكتور دمير، هذا عبد الله الأشتر وهذا محمد الكاظمي. أنت يا أخي بس ذهبت إلى الحسن الأعور، لم تذهب إلى إبراهيم وعبد الله. لحظة، هذا الجزء اللي عندك على اليمين عبد الله الأشتر كل أؤمن بوجوده. أنا عبد الله الأشتر وولده محمد الكابولي وذريتهم كل أؤمن بوجودهم نسبة للمصادر. وتذكر القاسم
يعني وهذاك تنكر مش القاسم أنا اللي وإسماعيل؟ ننكره، مش انا اللي ننكره، المصادر القديمه هي اللي تنكره، هذا ظهر حديثا الاسم هذا، وانت الورقه اللي دكتور. تقرا منها مش اصليه، مش قديمه، مش معاصره شلون لزمن مش القاسم أصلية ولا يا أخي؟ أنا قاعد أكلمك من الكتاب الهاشمي يا أخي، اخويا. الكتاب الهاشمي الموجود في العراق والأردن تقول لي والشام. هاشمي ما هاشمي، هذه مسميات تاع سياسه، كلمه هاشمي ما هاشمي. يا أعطينا دكتور كتاب دمير، يا اسمه دكتور نسب دمير، قريش، دكتور كتب دمير، في القرن دكتور الاول للهجره. فهمت دكتور صديقي؟ دمير، لحظة واسمح لي أخي انا راح أخي ابو يزيد مش قلت له ما احسنت؟ تنزل ما تنزل يا دكتور دمير، لا يصير تنزل. ابو يزيد مش قلت له احسنت هذا الكتاب هو الصح؟ مش قلت له احسنت ما هذا هو يصير. الكتاب هو الصح؟ لحظة دكتور دمير، والصفحة 54. يا أخي أنت لا تسولف يا أخي قدور، بس لحظة سمعت، خلينا نتناقش مع دكتور دمير. كتاب نسب قريش اللي يا ذكرتوه. دكتور دمير راح افتح لك الكتاب، بس لحظة إذا سمحت قبل ما تنزل، ما يصير تنزل حتى تسمع كلامي، أنت تعال تناقشني ونناقش أنا إياك. صح ناقشني، اعطيني حاجه اسمع. موضوعيه، حاجه أنا ثقيله. راح أروح على كتابك، أنت أعطيني من هؤلاء الذي أنكرتهم أنت. اولا انا ما نعاود نوضح لك باني ما انكرتش، انا هم المصادر. طيب كيف ما انكرت؟ انا عرضت. الله ربي، انت كيف ما خليه انكرت؟ يتكلم سفيان، خليه يتكلم، عطاك له سؤال خليه يتكلم، عنده ادب الحوار. الله يخليك. تفضل. شفت الشجره هذه اللي راهي في يدك، انا اول مره نشوفها يعني. وثاني حاجه هذه راهي معاصره، يعني تخطيط معاصر، لكن عندها سند اللي دارها، منين دارها؟ اعطيني تحت منين مكتوبه نسبه الى مصدر كذا ولا كتاب كذا. يا اخي مكتوبه بالدار الهاشميه، دار الهاشميه في الاردن والعراق والشام وبالمغرب. الهاشميه هذه ما هيش سند عندي انا، راهم الهاشميين راهم داروا السياسه، والسياسه خلطت المواضيع. احنا نحوسوا يا اخي معتمدين على 67 مصدر نسبي يا رجل، كيف دكتور كيف تقولي مش مصدر؟ اعطيني منهم مصدر واحد معتمدين عليه هؤلاء مثلا. اعطيك 1000 مصدر ليس بمصدر واحد، ولكن انت تناقشني يا اخي. راح اعطيك احنا النقاش كيف دكتور يكون البحث التاريخي. قلت لي انت منذ ساعه بانه لازم تكون حافظ. يا دكتور اعطيني مصدر واحد. والله العظيم نعطيك البحث التاريخي. كيف احنا بدنا نعالج المشكله. الطبيب شلون الطبيب يساوي بحث حتى. بس لحظه يا دكتور، انت اعلم مني في الطب. اليوم احنا لو عندنا مشكله في الكليه، يجب ان نذهب الى الكليه وبعدين نشوف الشيء اللي وصل الكليه لهالشيء، هذا المرض. انت اعطيني من الذي انكرتهم من هؤلاء من ابناء محمد النفس الزكيه كي نذهب الى كتابك. تفضل. تقدر تفتح كتاب نسب قريش وتشوفوا من انكر. خليك مني انا، افتح نسب قريش كتب في عصر انت عبد الله الاشرف، افتح هو وقول له هو من ينكر. خليك مني انا، افتح لنا الكتاب. طيب واذا رحت لك على الكتاب نفسه انه في 3 مصادر تؤكد الشجره هاي امام الجميع. اعطيني يا اخويا واحد قلت لك كتب في عهد محمد النفس الزكيه وروح راني معك. افتح لي اي كتاب كتب في وقت خليك معي. خلينا سكر الكامله واروح لك على الكتاب. انا شايف هاي حتى نذهب الى الكتاب. وش الكتاب اللي قلت لي عليه؟ نسب قريش. نسب قريش لمحمد، يتكلمون عن محمد بن نفس الزكي. ما عندي مشكله. 100 اهلا وسهلا بالدكتور. زعما انت متعود نشوفك علمي، يعني شغل موضوعي، وكانك وليت يعني موضوعي. تريدني اقول لك محمد السادس من الجرمان حتى اكون غير موضوعي؟ نحكوا على، خلينا من المعاصرين كليا، فروع نحكي غير على الاصل. فاهم؟ تجاهل الاجيال الحاضره. احكي لي على القرن الاول والثاني. لا يجوز ان تقول لي جاهل يا دكتور دمير، الله يرضى عليك. انت اسولفك منهج علمي. تجاهل الاجيال المعاصره. ابحث عن الاصل، القرن الاول والثاني من الاشراف، من العلويين الاصحاح. يعني خلينا من كل الهاشميين المحاليين، باه ما نسيسوش القضيه. نحكوا في اللب في القرن الاول والثاني ونتوقف عنه. كتاب نسب قريش محمد بن نفس الزكيه. لقيت كتاب نسب قريش. نعم، الصفحة 55 صح؟ 54. 54.
تقدر تعرض لنا الصفحه؟ بس خليني افتح دكتور اذا سمحت. وتحب قبل ما تعرض الصفحه روح لوحدك اقرا من هو المؤلف، المكان والزمان، شوفوا هل هو من القرن الاول والثاني ولا لا، وشوف هل هو باباه مهاجر الى المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد سكن مع الجيل الاول، وكتب كتاب سماه نسب قريش، معناها في الموضوع في لب الموضوع. ونسب قريش تطرق فيه الى محمد النفس الزكيه وذكر اولاده، ومن بعد ما جات كل واحد يكتب لك في مصر، واحد يكتب لك في الاندلس، واحد يكتب لك في المغرب، واحد يكتب لك في هذا اولى بالقراءه. يعني انا خليته انا في الحلقه تاعي اخر كتاب، وقلت هذا لم بطابل او المصدر الاكثر موثوقيه لانه قريب زمانا ومكانا، بل انه عنده علاقه بامام مالك بن انس، يعني هو تلميذ مالك بن انس هذا المؤلف، وهو مالك بن انس هو صديق محمد النفس الزكيه وجاره. معناها رانا نحكوا على شخص كي يكتب على عائله بعده ما تزيدش تبحث مباشره. يلا تفضلوا. احنا ان شاء الله المصداقيه تكون دائما عنواننا. عبد الله الزبيري صح المؤلف، مشان ما تقول لي غيرت او شيء. هنا من هو العثور من مصعب الزبيري صح؟ هذا يتكلمون على هذا يتكلمون على من؟ يتكلمون على من؟ هذا ماهوش الكتاب اللي قلت لك عليه يا صديقي يا اخي. تاليف محمد الزبيري كتبت انت. هيانو يا اخي هيانو. هيا نتكلم على محمد بن نفس الزكيه اشرف الخالقين. الكتاب كامل يتكلم شو اسمه انت اللي قلت لي عليه المؤلف يا اخي. حتى كون بس لحظه يا اخي اذا سمحت، منين نجيب لك كتاب؟ هذا الكتاب اللي تكلمت عليه انت. هذا كتاب اسمه هذا شو اسمه؟ المؤرخ محمد بس لحظه، المتوفي عام 1141. لحظه هذا كتاب نسب قريش يا اخي. والله نسب قريش. هذه صفحه 54 يا اخي. راح اجيب لك على الصفحه 51 يا رجل. 54 انت تريد المقدمه. احنا بالموضوع في اللغه العربيه عندنا مقدمه وصلب وخاتمه. انت تريد الصلب صح؟ صلب الموضوع. طيب هذا ما هوش كتاب نسب قريش يا دكتور. ليش ما تخلينا تقاطعوني يا دكتور؟ هنا يتكلمون على محمد بن نفس الزكي واولاده يا اخي. يا ولدي انت في واد وانا في واد. اسمح لي خويا ابو يزيد، تحياتي لك. عاود ارجع شوف حلقتي وانت يا اخي. كيف تحياتي لك؟ وين رايح يا دكتور؟ لا خويا انت عرضت لنا شجره معاصره مرسومه وقلت يا اخي يا دكتور جبت رحت على الكتاب اللي طلبته انت يا دكتور. طلبت منك كتاب نسب قريش وكانك مش قعدت مشوار تبحث. يا اخي هيا انا اقسم بالله العظيم نفس ما كتبت لي اياه طلبت لي حتى المؤلف. هذا منه المؤلف. اسمع هذا المؤلف. اسمع هذا المؤلف بس في اخر البث يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور يا دكتور كامله يا دكتور. كان عندي اي اعتراض خويا العزيز عاود انشر ولا عاود قول ولا انت اي يا دكتور. اسمح لي برك انت ولا اي واحد عنده اعتراض على الحلقه ماذا بينا انشر نتائجك يا دكتور. يا دكتور ترى انت نزلت الحلقه دكتور. انا ما نزلتك. انا ما نزلتك. خاب ظن 836 واحد في ابو يزيد. دكتور ما نزلتك يا دكتور ترى. ما نزلتك يا جماعه الخير. انا بالفندق عليت صوتي. من هو الكاتب وهو ايش طلب الدكتور؟ مشان اشوف اقرا بالتليفون واحد والطرف واحد. ابو يزيد الكتاب راه عندي يسمع اولاده. بس لحظه حتى اكون ربما هذا هو الكتاب. انا الكتاب اللي فاتحه قدامي. بس لحظه يا غدور. بس لحظه اذا سمحت. هنا يتكلم على محمد النفس الزكيه. من هو الكاتبه؟ هنا ايش كتب؟ يعني المصعب بن عبد الله الزبيري. هذا اللي يطلبه الدكتور دمير. فهمت علي؟ وهنا يتكلم على محمد بن النفس الزكية وأولاده. نجد أن محمد بن النفس الزكية نفس الشجرة اللي عرفتها أنا. طيب منين أجيب لك يا دكتور؟ أنا تقول لي يا دكتور تجيب لي. طيب منين أجيب لك؟ تقول لي أنت أنا كنت إنسان موضوعي. يعني إنسان موضوعي. بدي أقول لك محمد السادس جرماني حتى أكون إنسان موضوعي. لا تعطيك بالكتب. الفكرة لا ما تروحش بعيد. لا حاشا. أبو يزيد نسب الإمام محمد بن نفس الزكية وأولاده. بس لحظة. عندك مصداقية موضوعية. قرأنا الصفحة نسمعوها كاع. لا دقيقة أبو يزيد مش تعلمنا منك أنت في الإنترنت مكتبة النور، مكتبة الأنوار والمكتبة الشاملة، ولكن هي نفسها تعطيكم هاي الكتب. لا أخي لا أدخل قدام الناس مكتبة الأنوار أدخل يا أخي أدخل قدام مكتبة الأنوار. أدخل. أيوة تراها
لا ما العلامة تدخل العارف بالله، اسمع، العلامة العارف بالله القاضي. انت عارف كل شيء بالله، وماكش حاب. اسالكم بالله، انا اذا كذب الشخص هذا من كتبه والله انت وتريدون عارف كل شيء ولا تحب تدخل. اقسم بالله العلي العظيم لا اتكلم الا الحق. ادخل مكتبة الانوار قدام الناس بينا. يلا ادخل اكتب. اي تفضل روح. طيب انا نشوف فيك، عم يسمعوا فيك. راح اروح معاكم. روح معايا اروح. تفضل. ادخل مكتبة الانوار. مكتبة الانوار. راح اروح وياكم اجيب لكم حتى مكاتب تركية. تقرا ماشي تاع عبد الله الزبيري اخي، نيش تاسم ماشي بالكاف، ماشي نفس الكتاب اللي فتحوا ماشي نفس الكتاب دومير. لازم تكون يعني الكتابة شلون تريدون الكتابة؟ ادخل مكتبة الانوار واكتب نسبه قريش. متعودين معك الصدق بصح انا بديت شويه اخويا ابو يزيد والله ما ظننتك هربا. اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه الخير. دقيقه راح اكتب يا اخي، راح اكتب يا جماعه الخير. راح اكتب يا ابو يزيد. شو تريدوني اكتب يا اخي؟ شو تريدوني اكتب؟ شو تريدوني؟ مكتبة الانوار. اكتب مكتبة الانوار وادخل الكتاب. مثل ما عودتنا، مثل ما علمتنا. مكتبة الانوار. هاي ادخل. نسب قريش. والله بدا عندك نفس اسلوب اسعد الشرعي سبحان الله، ولا عندك نفس الاسلوب تقاطعت تتكلم. يا اخي انا شو معرفني باسعد الشرعي يا رجل؟ تحملوا لي على اسعد الشرعي. كان معك دومير ما خليتوش حتى يتكلم، تقاطع وتمد كتاب. بالعكس الدكتور دومير ظل على راسي يا رجل. ايش تسولفوا؟ الدكتور دومير على راسي. تكلم اخي وتكذب فيه ماشي اسم وهذا وهذا. مو عيب انا اكذب الدكتور دومير؟ لا اذا سمحت ما لا كل شيء الدكتور دومير. لا انا ما كذبت. هذا فقط تبادل معلومات. الصفحة 55. الصفحة 55. لا 54. الصفحة 54. بحث. وين الرقم؟ 50 54. وهاي بحث. المشكلة إنه الصفحة 54 ما طلع عندي. رئيسي الصنع. دقيقة يا أخي ادخل للكتاب. تعال ادخل بس تطول بالك يا جماعة الخير. طولوا بالكم ما أنا رايح أنا وياكم. ما عرفتك هربا يا أبا يزيد. بالعكس انا اتهرب يا زلمه والله. انا اهرب قاره افريقيا كلهم مهروب. ايش تعال تسولف انت؟ لا باسلوبك تهرب اينشتاين. هذا اسلوب موش اسلوب تاع واحد يتكلم بطريقه موضوعيه اخي. تهضر من تكلم منه جبت شجره رسمتها بيديك قال لك اعطيني مصدر قلت له كاين 67 جاب له شجره من جوجل. ولا ذكرت مصدر واحد ولا اللي كتب هذيك. منو قال له كاتب شجره؟ جبت شجره من جوجل. انت اللي قلت لي. قلت له عندي 67 مصدر قال لك ذكر لي واحد منهم ما ذكرته. دقيقه راح اجيب لك. بدي عادينا ابلش اتكلم اقسي بالكلام اذا سمحت. الاسلوب اللي تتعامل به خويا راه يميتريزي اسعد الشرعي يتقنه اتقانا تاما. هذا اسلوب معروف. ايش بدي من اسعد الشرعي يعني؟ إيه أنا نقول لك هذا أسلوب لك تستعمل فيه دوك أنت راك تمشي بطريقته على طريق أسعد الشرعي. الإنسان حط عندي إيدك ويخلي الآخر يتكلم وقال لك طرف افتح الكتاب ما كنتش حتى في نفس الكتاب وتقول له راني في نفس الكتاب. لا مشاكل. أخي الفهم واخويا حط عندك. اسمع يا جماعة الخير حطهم عندكم. حطهم عندكم. ماني اني ولا شيء بصراحه. روح احنا ما قلناش ولا شيء ما نقصش معك الادب. تريد انت كلام من البلاذري المتوفي ب 892؟ خليني من بلاذري قررنا. طيب تفضل ابو الوليد. ابو يزيد تفضل. اللي معك هذول هم اثنين كلهم جزائريين؟ انا جزائري. إيه؟ كلهم جزائريين. نعم. ايه والغريب جزائري. طيب سؤال بسألكم، أنتم لما تقدحون بنسب محمد السادس وش تستفيدون؟ أنا ما نقدح بنسب. وش الفائدة؟ أعطوني. هما كانوا عاطين راسهم شرعية باسم أمير المؤمنين هذا آخر عمل بحث لقاه ماشي صحيح. ماشي مشكلة هذا. دكتور خالد دخيل هما قذفوا في تاريخنا قذفوا في أنسابنا قالوا أشياء مروعة علينا. راك تهضر لي على المغاربة.
دكتور خالد يا ابو الوليد ابو الوليد ابو الوليد قادر بالخيانه ابو الوليد قبل ما يبلش ابو الوليد اسمع مصادري